لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على لايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. 10 كنوز لا تقدر بثمن فقدناها للأبد. على مر التاريخ ترك الناس خلفهم عددا لا يحصى من القطع الأثرية الرائعة وجمعوا كنوزا ضخمة، لكن كما نعلم جميعا لا شيء يدوم للأبد، فالأشياء الجميلة والثمينة على وجه الخصوص معرضة تماما للدمار والضياع والتلف، وبالذات السرقة. فيما يلي 10 من أبرز كنوز العالم المفقودة التي ذهب بعضها للأبد والبعض الآخر اختفى دون أثر له. كنوز العالم المفقودة للأبد. نقود الحلاقة المعدنية. في العادة لن تعتقد أن مخزونا من العملات المعدنية بقيمة 10 سنتات سيكون ذا قيمة كبيرة، ولكن ماذا لو كانت هذه العملات تساوي أكثر من قيمتها الاسمية وهناك بالفعل حمولة شاحنة منها؟ على الرغم من سك الملايين من سنتات الحلاقة عام 1907، إلا أن القليل منها لا يزال في حالة جيدة. هناك قصة عن قطار عربة غادر دنفر متجها إلى فينيكس عام 1907 وهو يحمل 6 براميل مليئة بهذه القطع النقدية، لكن الشحنة لم تصل. اللغز بحد ذاته مثير للاهتمام بما فيه الكفاية. يعتقد بعض الناس أن قطار العربة تعرض للهجوم من قبل قطاع الطرق، بينما يتكهن البعض الآخر بأنه سقط في أسفل وادي بلاك كانيون في كولورادو أثناء محاولته التنقل في الممرات الجبلية الصعبة. أن تكون العملات المعدنية لا تزال في حالة جيدة، فقد تصل قيمة بضعة آلاف منها إلى ملايين الدولارات اليوم، خاصة مع الإغراء الإضافي لاختفائها الغريب طوال تلك السنوات الماضية. الماسة فلورنتين. يكتنف الغموض اختفاء المسة الفلورنسية الجميلة. يقال إن الحجر الثمين يعود أصوله إلى الهند، ويعتقد أنه تم قطعه بواسطة تاجر مجوهرات الفلمنكي من القرن ال15، ولكن تم الحصول عليه بعد ذلك من قبل فرديناندو الأول دي ميديسي دوق توسكان الأكبر، ومن هنا الاسم. كان وزن الألماسة 137.27 قيراطا، وكانت صفراء ساطعة مع درجات ألوان خضراء، وتم قطعها على شكل وردة مزدوجة غير منتظمة من 9 جوانب و126 وجها. انتهى الأمر بالحجر في حيازة العائلة الإمبراطورية النمساوية وأخذها معه الإمبراطور النمساوي المجري الأخير تشارلز الأول إلى منفاه في سويسرا، ثم سرقت المسة الفلورنتية وأخذت إلى أمريكا الجنوبية، ولا يزال مصيرها اللاحق لغزا. كنوز متحف العراق الوطني المنهوبة. لطالما كانت الحروب مسؤولة عن خسائر بشرية وكنوز لا تقدر بثمن. في السنوات الأخيرة كان من الأعمال المروعة نهب المتحف الوطني العراقي في بغداد خلال غزو العراق عام 2003. في العصور القديمة كانت الأرض التي هي الآن العراق تعرف باسم بلاد ما بين النهرين، وتعتبر مهد الحضارة، حيث ازدهرت الحضارات السومرية والآشورية والبابلية. في خضم الفوضى التي أعقبت احتلال بغداد تعرض المتحف للنهب، حيث تم نهب وتدمير العديد من الآثار التي لا يمكن تعويضها. وصف أحد الأمناء هذه العملية بجريمة القرن، بينما وصفها مدير المتحف البريطاني بأنها أكبر كارثة من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية. كنوز سفينة فلور دي مار الغارقة. لم يكن عصر الاستكشاف عندما أبحرت السفن الأوروبية في محيطات العالم لأول مرة فترة اكتشاف وتبادل ثقافي، بل كانت أيضا فترة نهب واسع النطاق. كان يتم شحن البضائع الثمينة من العالم الجديد باستمرار إلى الوطن، لكن المحيط كان مكانا غدارا، ولم تتمكن العديد من السفن من العودة إلى الوطن أبدا. واحدة من تلك السفن هي الكارك البرتغالي المسمى فلور دي لامار. شاركت السفينة بشكل كبير في معارك مختلفة في جميع أنحاء المحيط الهندي، حيث غزا البرتغاليون ونهبوا أجزاء من الهند وشبه الجزيرة العربية والهند. بعد خدمة طويلة وفقا لمعايير اليوم لما يقرب من 10 سنوات، علقت فلور دي لامار في عاصفة وغرقت في النهاية على ساحل البحر الأبيض المتوسط،
ماليزيا الحالية. وبحسب ما ورد كانت السفينة تحمل 200 خزان مليئة بالأحجار الكريمة، ربما كان أكبر كنز ضاع في البحر. ومع ذلك، على الرغم من الجهود المبذولة لتحديد مكان حطام السفينة وإنقاذها، لم يتم العثور على أي دليل على ذلك. بيض فبريجيه المفقود. قبل 100 عام كان البلاط الإمبراطوري الروسي هو الأكثر ثراء في العالم بأسره، ولا شيء يلخص هذا أكثر من البيض المرصع بالجواهر الرائع الذي صنعه بيتر كارل فبريجيه للعائلة المالكة في كل عيد فصح لأكثر من 3 عقود. لم تكن هذه القطع بيض عيد فصح عادي، ولكن أعمال فنية حقيقية. تم صنع القطع الثمينة باستخدام مواد مثل الذهب والماس واللؤلؤ والميناء المختلفة والعديد من الأنواع الأخرى من الأحجار الكريمة، وقد تم تزيين القطع التي لا تقدر بثمن بشكل متقن ويمكن فتحها للكشف عن مفاجآت ثمينة بنفس القدر. بعد الثورة الروسية صادر السوفييت هذه التحف الفنية، وبينما تم بيع بعضها لاحقا في الخارج، لم يتم العثور إلا على القليل منها. من بين 54 بيضة إمبراطورية أنشأها فبريجيه حصريا للقيصر وعائلته، يوجد معظمها في مجموعات خاصة أو عامة حول العالم، لكن مكان وجود 8 منها لا يزال مجهولا. جواهر التاج البولندي. في نهاية القرن 18 لم يكن البولنديون يتمتعون بأفضل الأوقات. وقع بين 3 من القوى العظمى في أوروبا، الإمبراطورية النمساوية ومملكة بروسيا وروسيا القيصرية، حرب طاحنة، وتم تقسيم المملكة التي كانت قوية في يوم من الأيام إلى أن لم يبق شيء. كانت جواهر التاج البولندي قديمة قدم المملكة نفسها تقريبا. وفقا لجرد تم إجراؤه في عام 1633، تم تخزين المجموعة في 5 صناديق، وتضمنت عدة تيجان ونوبض وسلاسل وسيوف صنعت لمناسبات مختلفة ولشخصيات تاريخية أيقونية مختلفة. لوحة الحفلة الموسيقية ليوهانس فيرمير. نظرا لطبيعتها الهشة، فقد تم فقدان أو تدمير عدد لا يحصى من الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن على مر القرون، واتسرق الكثير منها. حتى الموناليزا الأسطورية سرقت ثم أعيدت منذ 100 عام. واليوم، اللوحة الأكثر قيمة التي لم يتم اكتشافها بعد هي ذا كونسيرت للفنان الهولندي يوهانس فيرمير. تمت سرقة العمل الفني الذي يصور رجلا وامرأتين يعزفان الموسيقى في عام 1990 من متحف إيزابيلا ستيوارت غاردنر في بوسطن، إلى جانب العديد من الروائع الأخرى التي تبلغ قيمتها الإجمالية 500 مليون دولار. من بين تلك الأعمال، تعد ذا كونسيرت الأكثر قيمة، حيث تقدر قيمتها بحوالي 200 مليون دولار. بعد مرور 25 عاما تقريبا، لم يتم استرداد أي من الأعمال.